شوف بقى يا سيدي، الكنتالوب ظهر وبدأت معاه حكاية. أيوه، حكاية إيه بقى؟ كنتالوب بلونه البرتقاني الجذاب ده وريحته العطرة وطعمه الذي لا يقاوم هو إعلام مبكر عن قدوم الصيف. قطعة واحدة باردة منه تحصل على رشفة من فيتامينات لا تعد ولا تحصى. فيتامين سي ليقوي مناعتك، فيتامين اي لتتوهج بشرتك، ماء طبيعي ورطب جسدك. اوعى تكون فاكر ان الكنتالوب ده مجرد فاكهة للسلطة. لا 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 لا، مش للسلطة بس. جرب كده تتناوله مع قليل من عصير الليمون او ممزوج مع نعناع بارد، هتلاقي تأثير ساحر. ايوه ساحر، وطعم جميل جدا. عايز اقول لك بقى، يمكنك تناول الكنتالوب باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن. هو مفيش عدد محدد من الكنتالوب اللي يجب ان تاكله يوميا او اسبوعيا، ده بيعتمد على احتياجاتك الفرديه اللي انت عايزها. خلي بالك ان الكنتالوب فيه فيتامينات ومعادن اساسيه مهمه لصحتك، وايضا بيساعد على خفض الوزن وتحسين الصحه العامه. طب انا بقول لك كده ليه؟ لان الكنتالوب ضيف، يعني خفيف، زيارته خفيفه، ما بيقعدش كتير. والان موسم الكنتالوب والطعم اللذيذ والسعر الرخيص. خد بالك، خد بالك انت، يعني انت الكنتالوب ده يعني غذاء ودواء. حبيت انبهك عشان تلحق تاكل لك وحدايه كده كنتالوب وهي بارده وطعمها منعش ولذيذ. يا سيدي، الكنتالوب بدايه للصيف، وانت لابد ان تتذوق الكنتالوب قبل ان يختفي.